اللقطة دي لما تظهر لك كاملة هتعرف إن اللي كان بيدير المباراة عادل مصطفى مش طرق، وصلح حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ما أضافش للزمالك جديد بعد خناقتهم اللي حصلت بعد الهدف الأول. ولعيبة الزمالك نفسهم ما كانوش عارفين هم عايزين إيه، وهقول لك ليه. وهم برضه لعيبة الزمالك نفسهم اللي ادوا لعيبة الأهلي ثقة مطلقة خلت إمام عاشور يعمل ربونة في مكان وتوقيت مهم جدا. كل ده وأكتر هنشوفه في الفيديو ده. الزمالك وقع في نفس الفخ اللي عمله البيراميدز في ماتش الدور الاول، او تقدر تقول ان الاهلي استفاد من الدرس اللي حصل في الماتش ده وبدا يلعب بنفس الطريقه اللي لعب بيها الزمالك قدام بيراميدز. هقفل زوايا التمرير واجبر الزمالك على لعب الطوليه، ولو فكروا ان هم يحضروا في بناء اللعب هنبدا نضغط عليهم ونغلطهم، بعد كده هنستفاد من اخطائهم، وخصوصا ان الاهلي عنده الكواليتي اللي تعمل ده. وجود عدي الدباغ قدام محمد اسماعيل وبيزيرة قدام بنتايج كان افضل للزمالك. شفنا عدي الدباغ ومحاولاته على المرمى، وكمان كنا بنشوف بيزيرة لما كان بيدخل من الطرف لجوه الملعب بيقدر ينقل اللعب ويشكل خطوره على دفاع الاهلي. وفي الدفاع بصراحه عدي الدباغ كان قافل الجبهه مع محمد اسماعيل على تريزيجيه وكوكا. لقطه اتكررت اكتر من مره، عدي الدباغ بيرجع يساعد محمد اسماعيل بشكل كبير وبينجحوا ان هم يقفلوا في الجبهه دي. لكن لما بدلوا مع بعض عدي وبيزيرة بدأنا نشوف إن جبهة تريزيجيه بقت أخطر على الزمالك. في بداية المباراة لعيبة الأهلي كان باين إن هم مهزوزين طبعا بسبب نتيجة مباراة بيراميدز الأخيرة والخسارة 3-0، وده طبيعي جدا. وناصر منسي كان يقدر يقتل الثقة دي في لعيبة الأهلي تماما لو كان اتصرف صح في الكرة اللي جات له، لكنه اتصرف بأنانية شديدة وعدم إدراكه لأهمية المباراة. لكن مع مرور الوقت بقى لعيبه الاهلي بدات تاخد الثقه وبدات تنقل الكره واحده واحده، وبداوا ان هم ينفذوا اللي انا قلت لك عليه في الاول، اللي هو ايه؟ اللي هم هيضغطوا مش هيخلوا الكره توصل عند مناطق الدفاع بتاعهم. طب هيعملوا الكلام ده ازاي؟ بص كده في الصوره وفي الفيديو اللي انا جايبه لك ده، هتلاقي فيه ان في 6 لعيبه من لعيبه الزمالك بيحاولوا ان هم يطلعوا الكوره او في مرحله بناء اللعب. بيضغط عليهم برضه 6 من لعيبه النادي الاهلي، مش مديلهم فرصه ان هم يطلعوا بالكوره او يلعبوها، فبيجبروهم ان هم يلعبوا الكوره الطوليه. فالكوره الطوليه ديت برضه ابدا ياخدها لعيبه النادي الاهلي، وعلشان في كثافه عدديه من لعيبه النادي الاهلي يقدروا ان هم ينقلوا الكوره ما بين خطوط النادي الزمالك بشكل سلس جدا بدون ما يواجهوا اي مشاكل او ضغوط من خط وسط نادي الزمالك. وهي المباراه فضلت على كده، هنضغط عليك لحد ما نغلطك او تلعب الطوليه واحنا ناخدها. كل ده في غياب نص ملعب نادي الزمالك. عدم قدره لعيبه الزمالك على الخروج بالكوره سبب عندهم توتر وارتباك، نشتت الكوره ولا نباصي. فاللقطه دي حصلت مع حسام عبد المجيد، يلعبها ولا يباصي ولا يسيبها حتى لمهدي سليمان، لا ده بيلعبها بسن الجزمه بتطول منه بتروح لطاهر محمد طاهر، ويلعب عرضيه يطلع اشرف بن شرقي اللي واقف لوحده تماما يحطها راسيه، الهدف الاول للنادي الاهلي. طبعا الثقه زادت عند لعيبه الاهلي، والعكس حصل عند لعيبه نادي الزمالك، خصوصا بعد لقطه احمد فتوح وحسام عبد المجيد بعد ما شفنا الوضع متوتر ما بينهم. الثقة اللي فقدها لعيبة نادي الزمالك خلتهم ان هم مترددين ومتوترين، مش عارفين حتى عايزين ايه. يعني في اللقطة دي مثلا بنتايج طلب ان هو يغير الستارز بتاعه، وراح العامل لغرفة الملابس وجاب له واحد تاني، لكن تلاقي برضه بنتايج كمل الماتش كله والشوط التاني بنفس الستارز. عدم وجود فعاليه هجوميه للزمالك مع البطء في التحضير والقرار السيء لحسام عبد المجيد والتمركز الاسوأ لاحمد فتوح خلينا نشوف باص غلط لحسام عبد المجيد في مكان مهم جدا بيستغلها لعيبه النادي الاهلي لحد ما بتروح لحسين الشحات اللي بيقدر ان هو يسجل منها الهدف الثاني. الزمالك حتى مش قادر يستفاد من الضربات الثابته اللي بتجيله حوالين منطقه ال 18. ومع الوقت بنشوف ثقه زياده من لعيبه الاهلي، لدرجه اننا بنشوف امام عاشور بيعمل واحده رابونه في مكان وتوقيت مهم جدا، يمكن لو كان لعبها بالعرض كانت بقت هجمه خطره جدا على نادي الزمالك. لحد ما بينتهي الشوط الاول على كده، بس مع انتهاء الشوط الاول بنشوف لعيبه الاهلي بتجمع كلها بعضيها ومعاهم عادل مصطفى مدرب الفريق قدام نظرات واستغراب للمدير الفني طرق،
اللي واضح جدا ان هو كان بعيد عن المشهد تماما، وشكله كده ما كانش ليه دعوه بمباراه القمه نهائي. ده اللي كان واضح قدامنا. نتفاجئ بقى قبل بدايه الشوط الثاني بوقت كبير بنلاقي لعيبه نادي الزمالك كلها بتنزل وبتتكلم كلها مع بعضيها، وحتى حسام عبد المجيد هو وفتوح اتصالحوا والدنيا بقت تمام وبيحضنوا بعض وبيتكلموا مع بعض. وكمان الجمهور بدأ يندع عليهم ويشجعهم ويحمسهم ويحفزهم. ده كله كلام جميل جدا. حتى مع بدايه الشوط الثاني بنشوف تغيير شيكو بنزا مكان ناصر منسي، وبالفعل مع بدايه الشوط الثاني شكل الزمالك اتحسن وبقى احسن، وفي واحده كده قدر بنتايج ان هو ياخد ضربه جزاء في توقيت مهم جدا يقدر يرجع فريق الزمالك. بس الكلام ده لو جد، لانه حسام عبد المجيد كده الظاهر طريقته بقت محفوظه لحراس المرمى. كمان ما ننساش التوتر والارتباك اللي كان فيه حسام، يعني حالته ما كانتش جاهزه ان هو يسدد ضربه الجزاء، فيدخل ويشوط ويتألق شوبير ويصدها وتفضل النتيجه زي ما هي 2-0 للنادي الاهلي. طبعا مش عايز اقول لك كميه احباط عند لعيبه نادي الزمالك، وده كان باين على وشوشهم على ارض الملعب، على عكس لعيبه نادي الاهلي اللي بداوا يلعبوا مرتاح جدا وبداوا يحسوا ان اليوم ده يومهم، وبيقدروا كمان بيتحصلوا على ضربه جزاء بعد الرجوع للفار، ويدخل تريزيجيه علشان يسددها لكن بتيجي في العارضه وبتطلع بره. تركيز لعيبه الزمالك بقى منصب في الهجوم، لكن زي ما انت شايف كده لعيبه الاهلي بدات تترصص ورا، وزي ما انت شايف كده لعيبه الزمالك مش قادرين حتى ان هم يعملوا اي اختراق. مع مرور الوقت وقله تركيز لعيبه نادي الزمالك بيستقبلوا الهدف الثالث برضه عن طريق اشرف بن شرقي. لعيبه الزمالك بقوا خلاص عايزين المباراه تخلص باي طريقه، لحد ما فعلا ما بتنتهي على كده 3-0 للنادي الاهلي، والزمالك بيقدم واحده من اسوأ مبارياته في الموسم كله، والاهلي بيلعب واحده من افضل مبارياته في الموسم كله. وعايزك انت تقول لي من وجهه نظرك ده حصل ليه؟ بعد انتهاء المباراه بنشوف جمهور نادي الزمالك بيهتف للاعيبه ويندع عليهم ويبدا يطالبهم بالفوز في مباراه سموحه ومباراه سيراميكا، اللي طبعا لو الزمالك فاز بيهم بيعني الفوز بالدوري دون النظر لاي نتائج اخرى. فهنشوف بقى في الماتشين اللي جايين ايه يا ترى اللي هيحصل فيهم. وقبل ما اقفل معاكم عايز اشوف رايكم عن المباراه، وما تنساش الفولو والشير، ولو عندك اي ملاحظات قول لي عليها في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد وماتش جديد. سلام عليكم.